رغم ان الجو كان يوم الخميس معتدل، لكن مزاج زغلول كان غير معتدل بسبب الحكه اللي الميكروباص حكاها له في جانب عربيته البورش على طريق الساحل الشمالي. لسه نازل يتخانق، راح فجاه خد خبطه في دماغه صحته من النوم واكتشف انه كان نايم وبيحلم وهو قاعد في القطر. واكتشف كمان ان القطر اللي راكبه مكمل للصعيد، وان محطته فاتت وهو دلوقتي في اخر الدنيا في محطه كومومبو. جاي يطلع موبايله عشان يشوف هيعمل ايه، اكتشف بقى ان شنطته هي كمان اتسرقت، وهو لا معاه رقم حد يكلمه ولا فلوس يروح. واقف قدام المحطه يشحت من اي حد معدي يقول له معلش انا مش من هنا والله وشنطتي اتسرقت ومحتاج 500 جنيه اروح بيهم. واللي يديله جنيه بقى واللي يبص له بقرف. كل ده عشان زغلول غفل عن محطته وفاق بعد ما القطر فاته واتسرق. زي بالظبط لو كنت طالب في الثانويه العامه، لو ما لحقتش نفسك في الاول القطر هيفوتك والوقت هيسرقك ومش هتعرف توصل لهدفك. تفتكر زغلول لو كان عنده فرصه يراجع الماضي ويفهم الحاضر ويتوقع ما سوف يحدث في المستقبل كانت عك العكه دي؟ الفرصه دي عندك دلوقتي، ما تفوتهاش، واحنا هنفضل معاك وجنبك لحد ما توصل اخر الطريق.